تماثيل يعني الصور. وقد ابتلي الناس الآن في التصوير مطلقا بدون تورع، بدون أصار لوجود الأجهزة التي سهلت هذا الأمر، صار التصوير منتشر عند كل، مع أنه جاء فيه وعيد لم يأتي في ذنب من الذنوب. قال كل مصور في النار، يجعل له صورة يعذب بها في النار. وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال إنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح بما صوروا. وقال من أظلم في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي بل يخلق ذرة أو يخلق شعيرة. وحديث كثيرة وكله صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتساهل الناس، قال يصورون عند أدنى شيء، إما للتذكرة وإما بدون هذا، الجوالات وغيرها انتشرت. وبعضهم قد يقول إن هذه ما هي صورة، إن هذا عكس وليست صورة. صحيح أن الصورة إذا كانت هي صورة الحي بما هو فيه ووجهه وبدنه وكله فهي صورة، ليست الصورة تخطيط باليد فقط. الصورة بالآلة أدق من التخطيط باليد.